النهارده هنجاوب على اسئله بنسمعها كتير في العياده. دكتور، هو التقويم الاطفال بس؟ الحقيقه ان التقويم ملوش طبعا سن محدد، وممكن طبعا يتعمل في اي عمر طالما الاسنان واللثه بصحه جيده. لكن دايما بننصح الامهات ان اول زياره لفحص تقويم الاسنان عند الاطفال تكون عند سن 7 سنين، لان بعض مشاكل نمو الفكين او ترتيب الاسنان بتكون اسهل في العلاج اثناء فتره النمو، لكن ده مش معناه ان الكبار فات عليهم الوقت. التوقيت المناسب للعلاج بيختلف من حاله لحاله، لكن في حالات كتير التشخيص المبكر بيفرق جدا في النتيجه. تاني سؤال، هو التقويم يا دكتور بيخسس؟ التقويم طبعا مش نظام دايت. الفكره كلها ان في اول كام اسبوع من تركيب التقويم او بعد كل زياره لتغيير السلك، السنان بتكون حساسه شويه مع العظم، فالمرضى بشكل تلقائي بيبعدوا عن الاكل الناشف وبيلجأوا طبعا للاكل الطري. فممكن طبعا تخس في الاول، بس بمجرد ان هو يتعود على التقويم بيرجع للاكل الطبيعي ووزنك بيزيد زي ما كان. ثالث سؤال، هل يا دكتور السلك القوي والمشدود بزياده بيحرك السنان اسرع ونخلص بدري؟ لكن الحقيقه ان الاسنان مش بتتحرك بالقوه، هي بتتحرك بالقوه المناسبه. لو السلك او القوه كانت اكبر من اللازم، ده مش بيخلي العلاج طبعا يخلص اسرع، بالعكس ده ممكن يسبب الم اكتر ويضغط على الانسجه والعظم المحيط بالاسنان، وده ممكن ياثر على سير العلاج. عيادات دكتور علي، الابتسامة اللي تستحقها.